لازم ارد على خبرين او افند خبرين زي ما يعني يقال. يعني الخبر الاول، كل ما نشر عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي لا اساس له من الصحه، كلها اجتهادات. يعني لا في قرار طلع ولا في تعليق طلع ولا في حد ظهر ولا في حد قال ولا حد عارف اللي حصل ايه. فبالتالي كل ما ينشر وكل ما يكتب كل الناس بتجتهد. يعني ده بيسأل ده او ده بيسأل ده او لكن حاجة رسمية طلعت، حاجة من اللي حصل اللي هناك، ولا نعرف كان في جلسة استماع ولا ما كانش فيه ولا حاجة، ما اعرفش يعني، ما حدش يعرف. لكنه اي حاجة خارجة من الاجتماع ما فيش حاجة ظهرت رسمي، يعني لان احنا هنا بنكلم طوب الارض لحد ما نعرف نوصل لكم معلومة صحيحة. فمش هطلع انا اجري ورا الناس اللي قالوا كذا عملوا كذا خلوا كذا، هذا كل هذه امور لا اساس لها من الصحه. لكن في اجتهادات قد تصيب لكنها ما فيش قرارات لحد دلوقتي، لا توجد قرارات. ده واحد. الحاجه الثانيه، مريم مصطفى لاعبه كره الطايره السابقه بالنادي الاهلي والتي انتقلت لنادي الزمالك، برضو دلوقتي طلع خبر انه اللجنه تغرمها 3 مليون جنيه. انهي لجنه؟ انهي لجنه؟ لجنه ايه؟ فحد قال لي لجنه في اتحاد الطايره. لا يا فندم، اتحاد الطايره وقف مريم مصطفى ودعاء لاعبه الاهلي، لاعبه الزمالك اللي انتقلت للنادي الاهلي، دعاء محمد، وقفهم كل واحده 4 شهور، ينتهي الايقاف 5/2 يرجعوا يلعبوا. طيب الشرط الجزائي اللي النادي الاهلي بيطالب بيه ده في المحكمه، الاهلي رفع قضيه، خد حكم؟ لا لسه خالص. لا خبر كهربا صح، بس خبر كهربا يعني بيحتمل الاجتهادات، لانه يا اما هيأيدوا يا اما هيقسطوا يا اما هيوقفوا يا اما، فكلها اجتهادات، فكل واحد يتوقع يجتهد. خبر مريم مصطفى انه غرامه 3 مليون جنيه لا اساس له من الصحه. انا استوثقت، انا عندي 3 اطراف، استوثقت من ال3 اطراف عشان برضه حضراتكم تبقوا عارفين يعني. واهم هذه الاطراف اتحاد الكره الطايره قال الموضوع خرج من عندنا تماما، احنا خدنا العقوبه وغرامه 100,000 على مريم وغرامه 50,000 على دعاء. لكن الباقي كل واحد يروح للقانون، كل واحد يروح للمحكمه. النادي الاهلي قال ما عندناش اي معلومه بهذا الامر، حتى اللجنه الاولمبيه سالنا فيها قالوا ما عندناش اي حاجه. ادي ما يخصه. كمان اعتقد انه المحكمه الرياضيه دلوقتي عملها متوقف، لانه او مركز تسويه التحكيم، لانه المحكمه الدستوريه قضت ببطلان اللائحه، وبالتالي مع قانون الرياضه الجديد يبدا شغل المحكمه مركز تسويه التحكيم او مركز تحكيم والتسويه. دول خبرين مهمين جدا كان لازم ابدا بيهم الحلقه عشان حضراتكم تبقوا عايشين صح. وانا بارجو الحقيقه كل الناس يعني اللي عايز يجتهد يجتهد، انا ما عنديش مشكله، وكل حسب ميوله. يعني الاهلاوي هيقول لك لا موضوع كهربا بيخلص على خير، حقه، او الزملكاوي عايز كهربا يتوقف برضه حقه. لكن لما يكون عندك خبر يقين اطلع قوله. لكن في حاله يعني كل من يجتهد معه كل الحق، يعني اجتهد براحتك، لكن عشان الراي العام ما يحصلش فيه بلبله فانا بشرح لحضرتك الاخبار دي. وانا يمكن بقالي فتره بخصص المقدمه لمثل هذه الاخبار والموضوعات. خبر كمان